انا مش بصلي التراويح يا شيخ، هل كده انا عليا ذنب لو تركت صلاة التراويح؟ سؤال جميل جدا جدا يا جماعة. لو انا دلوقتي مش بصلي صلاة التراويح هل عليا ذنب؟ لا، مش عليك ذنب. لان يا جماعة صلاة التراويح سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يتركها ليس عليه ذنب. اما فاتك من الاجر العظيم، الاجر الكبير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فانت اول حاجه ضيعت منك مغفره للذنوب، مغفره للذنوب في رمضان. الامر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الامام حتى ينصرف، اي في صلاه التراويح، كتب الله له قيام ليله. يعني انت لو صليت التراويح بعد كده صليت الشفع والوتر مع الامام حتى ينصرف، ربنا عز وجل بيكتب لك كانك قمت الليل كله في اليوم ده. الامر الثالث، يا ابني انت في رمضان، شهر ما بيجيش الا في السنه مره واحده، ما بنصليش التراويح في جماعه الا مره واحده في السنه وتقوم تضيعها. يا جماعه للاسف الشديد شباب قاعدين على القهاوي، وشباب اثناء صلاه التراويح تلاقيهم قاعدين على القهوه بيشربوا الشيشه وبيعملوا. يا ابني رمضان ده فرصه للتغير، يا ابني رمضان ده فرصه من العتق من النار، من النيران. يا ابني رمضان ده فرصه للتغيير، للتغيير يا جماعه. فحرام ان احنا نضيعه ونضيع الوقت فيه. استغل وصلي صلاه التراويح. حتى يا عم لو انت في شغلك ومش هتقدر تروحها بعد كده، روح صليها في بيتك، صليها في البيت يا حبيبي. دي فرصه عظيمه رمضان يا جماعه. جزاكم الله كل خير وبارك فيكم واصلح حالكم.